انا من ضمن الملاك، بس في نفس الوقت يعني عندنا برضك عماره ايجار قديم. هي مش ايجار قديم، هي حرفيا ما كانش فيها حد، بس ايه كان يعني ايه مقفوله، يعني شقه عماره ايجار قديم في وسط البلد. تمام. الحكومه كانت عايزه تاخدها مننا من مده. جه حوار قانون الايجار القديم ده، جالها قرار ازاله لوحدها كده، مع انها مش قديمه قوي يعني، بس عشان مقفول. طب المستاجرين اللي فيها ما اعرفش الحكومه صفتهم معاها وعايزه تشتري مننا احنا الارض. الكلام ده لما حوار الايجار طلع من اسبوعين ده. فهو الحوار كله ان الحكومه شكلها فعلا عايزه ايه، اللي هي تطرد المستاجرين وتستفاد بالملاك. لا معلش، يعني اشرح لي ايه مش تاني، كده؟ اشرح لي تاني كده موضوع العمارة بتاعتكم دي جالها إزالة ليه؟ يعني واحد قريبنا محامي راح هناك، إيه ليه قرر الازاله دي؟ عشان العقار قديم وهايل للسقوط، وهو ما كانش هايل للسقوط. فالحكومة إيه فجأة كده لقينا المستأجرين كلهم طلعوا منها وفسخوا العقود من نفسهم، معرفش بقى ليه. مع وراحوا إنهم كانوا فين؟ سايبين العمارة لوحدها، يعني بيدفعوا إيجار بس سايبين العمارة، هي مش قديمة أوي يعني. تمام. طب راحوا الحكومة جت فين؟ لنا كده تفتكروا بعرض فين طيب؟ هتشتري مننا ما أنا معرفش بصراحة. حوار إن الحكومة شكلها فعلا بتخطط إن هي تستحوذ على العقارات القديمة وتشتريها من المالك برخص التراب، وممكن كمان تطرد المستأجرين بغباء، يعني مش طرد إجباري. يقول لك لا ده عشان القانون الجديد ده مش عارف ايه، هنوديك مش عارف ايه، هنوديك هنجيب لك شقة أحسن مش عارف ايه، وتضحك على الكل، تضحك على المالك أو على المستأجر. طب عايز اقول وعرضوا لحضرتك عليكم حاجه. نسبة قد إيه من القيمة الحقيقية للأرض؟ 8 مليون للأرض وهي تساوي حوالي 16 مليون. النص يعني، عرضوا عليكم نص المبلغ. انتوا في مكان حيوي، انتوا بس في مكان مهم يعني. بتطل على النيل. المحامي ده عرف من مش الحكومة عايزة تشتريها، واحد من المستثمرين عايزين يشتروها. طب المستثمرين دول مين؟ مستثمرين أجانب. مش عايزين نبيعها لأن احنا ما نعرفش النظام هيحصل فيه ايه، خايفين نبيع للحكومة نبيع بالرخص. أنا قلت مثلا بس ننبه الناس ونعرفها إن ممكن تكون حوار الإيجار ده كله هوجة عشان الحكومة تستفاد مننا احنا كشعب كله. حضرتك عندك معلومه ان في وزاره المساحه دي ان هم نزلوا منطقه في القاهره الايام اللي فاتت حوطوها ومقررينها كلها ازاله. كان عندنا هنا محكمه الابتدائيه بني سويف صاحبها خدها. الناس رفعوا وراحوا قالوا لهم لا هاتوا بقى من الجدود. في ناس ماتت من سنين، هاتوا لنا عقد منهم عشان تستلموا الارض في وسط البلد في بني سويف. معروفه جدا يعني، حضرتك لو دخلت على جوجل كتبت مسجد عمر بن عبد العزيز بني سويف هيجي لك المحكمه قدامه. مساحه 1400 متر، بني برجين او ثلاثه مرتاحه. ناس ليه جاي قدموا. قرار إزالة عليها؟ ليه؟ هم المحكمه اللي هدوها لما ناس قدموا، يعتبر احفاد الاحفاد قدموا. قالوا لهم لا هاتوا لنا بقى من الاصول من صاحب الاساس ولاده بقى. يبقى في ناس العقود ماتت. ابتدائية مش مسجلة. مسجله الارض ملك جدهم. بس مسجلة؟ جد كده اه لا مسجلة مش يبقى عايزه مش تديها. محتاجين يجيبوا من حد. ما دام العقود ما مسجلة هو مش محتاجين. الحكومه نفسهم قالت لهم لا تعالوا انتوا طلبتوا رفعتوا علينا احنا الدعوه، تعالوا هاتوها لو عرفتوا بقى تجيبوا، هاتوا بقى الناس كلها تمضي الورثه. زي عندنا هنا كان هنا في جنبيه سيما باعت لسه من قريب لشركه استثماريه عشان يرضوا يخلصوا الارض. وزاره الثقافه واخده 15 مليون جنيه هي بعد الأرض اخر تبع اعلانات. مين؟ الوزارة؟ أرض خاصة مش تبع بالوزارة؟ الوزاره اصلا، ملك ناس. ملك ناس؟ الوزارة خدت فلوس على أي 15 أساس؟ مليون عشان ترضى توافق ان هي بس بدل ما تتعمل سيما تاني تتبني بيت. يعني في نصيبة كمان حضرتك، يعني في أرض أسيوط إيجار قديم، أول ما الحوار ده طلع بس مش زي بتاعة الحكومة بقى. الحكومة قالت لنا الأرض ديت أساسا ما كانتش تبعكم، يعني ما عندهمش وعملنا عقود، قضية والقضية اترفضت. ما عندهمش عقود تمام. ملكية يعني قصدك؟ اه وريناهم العقود قالوا لنا لا ده عقود قديمة مش عارف ايه. في الآخر قال لنا تطردوا بقى ايه، هي كانت أرض زراعية، المفروض إن لغاية دلوقتي فيها ناس فلاحين شغالين فيها. هي مم. الارض تبعنا بس احنا سايبينها للناس اللي شغالين فيها لان هم ايه قرايبيننا برضك من قريب. الحكومه ايه خدتها وطردتهم وما ادتناش حاجه. الكلام ده في اسيوط من اسبوعين. وانتوا معاكوا عقود ملكية بالأرض دي؟ اه والله. عقود ابتدائي ولا مسجلة؟ مسجله. عقود مسجلة. اه والله. لا، واضح ان الموضوع كل مدى بيكبر ورايح في حتة تانية. وعمالين يخلوا الشعب يخبط في بعضه يخبط في بعضه. بس المشكله ايه ان الخلوات كانت مجرمه، فما كانتش بتتكتب في العقود، فانت مش هتعرف تثبتها. مش ده كده انت ضيعت حاجه من المستاجرين. طب بالنسبه للملاك هتدفعوا بعد كده بقى ضريبه عقاريه، يعني مفيش حد مستفيد، كله خسران، كله مش هياخد حقه كامل. ما هو ده اللي انا كنت بقوله من الاول، ان الملاك والمستاجرين لازم يبقوا مع بعض ايد واحدة. حتى لو هيبقى في زيادة في الايجار يتفقوا عليها، حتى لو في مستاجر عايز يشتري الشقة يتراضى مع المالك ويرضي المالك.
لان انتوا اتحادكم مع بعض هو ده اللي هيبعد عنكم اي ضرر. لكن طول ما في بقى فرق تسد هيبقى دايما الوضع ضعيف، محدش هيطلع كسبان يعني في الاخر.